بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنحمر فيها الشعريه بطريقه سهله وبسيطه خالص بدون استخدام اي ماده دهنيه، لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. وكمان مش هنستخدم فيها ميكرويف ولا حاجه، احنا هنستخدم الفرن. وهقول لك كمان بديل للفرن واحنا شغالين مع بعض. بنحمر الشعريه مع بعض بتاخد اللون الذهبي الحلو ده بطريقه سهله وبسيطه خالص. طبعا ممكن تحمري مكرونه ولسان عصفور بديل للشعريه. يلا نشوف عملناها مع بعض ازاي. اول حاجه هجيب عندي صينيه، وتكون صينيه ألمونيا، ويكون حجمها كبير، اكبر من المساحه، اكتر من اللي انا هحطه. يعني انا هنا مستخدمه 2 كيلو من الشعريه، لان كل ما بتوسعي المساحه بتاعه الصينيه كل ما اللون معاكي بيطلع مظبوط، مش بتطلع واحده غامقه وواحده فاتحه، بتكون كلها نفس الدرجه. ده اول كيلو كده معايا من الشعريه، بفرده بحيث ان هي كلها تكون تقريبا مفروده على الصينيه. وعندي كيلو كمان كنت انا جايباه سايب من عند العطار، هحطه عليه كمان علشان نحمرهم الاتنين مع بعض. طبعا احنا بنحمر الشعريه دي لو عندك كميه زي كده، ده بيحافظ عليها من العفن والرطوبه، وطبعا بتنجز معانا في الوقت لما بتكون متحمره ومنشاله عندنا في المطبخ. في الوقت ده بقى انا بكون مولعه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت، لو بيولع عندك الفرن من فوق ومن تحت، ويكون حامي جدا. وندخل معانا الشعريه بتاخد بالظبط ربع ساعه. ده بطلعها من الفرن بقى 3 مرات، كل 5 دقايق اطلعها اقلبها وادخلها تاني. دي اول 5 دقايق خدت اللون ده فقلبتها، دي تاني 5 دقايق اطلعها اقلبها بسرعة كده، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لان هي بتحمر بسرعة جدا. كل 5 دقايق بالظبط اطلعها اقلبها زي ما احنا شايفين كده، انا بقلب فيها خدت لون من على الجناب، اقلبها مع بعض عشان اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق وتاخد نفس الدرجة. هنا بقى المرحلة الأخيرة آخر 5 دقايق بدأت تلون معايا وفيها حتت بيضة وحتت واخدة اللون اللي أنا عايزاه. ففي الحالة دي بقى أنا بطفي الفرن وابدا اقلب فيها كويس جدا كويس جدا، وما اسيبهاش اشيلهاش من على باب الفرن، لان انا عايزه الصاج بتاع الفرن يحمر لي شويه اللي فاضلين. وطبعا الصينيه كمان معايا سخنه، فهتحمر لي الشعريه واخد نفس الدرجه اللي انا عايزاها. لكن انا لو فضلت احمر فيها لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها هتطلع غامقه معاكي. لازم تطلعي الشعريه بتاعتك تكون لونها افتح درجه من اللي انت محتاجاه، علشان ما تغمقش معاكي، لان السخونيه بتاعت الصينيه وبتاعت الفرن هتديها الدرجه اللي انت عايزاها. كده يا حبايبي خلاص هي خدت اللون اللي انا عايزاه، بس طبعا ما تدخلهاش الفرن وتقفلي عليها وتطفي الفرن، هتغمقي معاكي خالص. هنا خلاص يا حبايبي هي كانت هي فاتحه معايا، شوفي بقى وصلت للون اللي انا عايزاه ازاي، درجه اللون المظبوطه. طبعا انا بقلب فيها عشان اهويها عشان ما تحمرش اكتر من كده. طبعا هي سخنه جامد، فانا هسيبها بقى لحد ما تبرد تماما، وممكن ان انت تنقليها في حاجه تانية عشان ما تاخدش سخونه ولون اكتر من كده. هسيبها تبرد تماما، وبعد كده هجيب عندي العلبة المخصصة اللي انا بعبي فيها الشعرية بتاعتي واحفظها في المطبخ. طبعا ممكن لو انت الفرن بتاعك مش شغال وعايزه تعمليها على البوتاجاز، هتجيبي حله كبيره خالص وتسخنيها كويس برضو، وتحطي فيها الشعريه وتبداي تقلبي فيها كويس كويس. بس طبعا دي عايزه تقليب اكتر من الفرن، برضو على درجه حراره تكون متوسطه مش عاليه قوي، بدون اي ماده دهنيه هتديكي نفس النتيجه، بس هي متعبه شويه. لا نستخدم ميكرويف ولا نستخدم اي حاجه، طريقه سهله وبسيطه تحفظ الشعريه بتاعتك ان هي ما تبص ولا تعفن، وكمان تنجز معاكي في الوقت، بانك تاخديها كده على طول وتحطي منها على شويه رز وتعملي رز بشعريه. ممكن تضيفي لها معلقه سمنه بلدي وتعملي شعريه باللبن. ليها استخدامات كتيره جدا. وطبعا ممكن تحمري مكرونه او لسان عصفور بنفس الطريقه. وبكده يا حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وسريعه. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه. لو انت لسه ما اشتركتيش انزلي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر واضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. مع السلامة.